إحنا النهاردة رحنا بلغاريا علشان نشوف واحد من أغرب الأسواق اللي في العالم، سوق بيع العرايس. Maybe I will find my husband. It's many ladies, but I don't like it. وبالتحديد في بلدة ستارا زاغورا في بلغاريا، واللي بيسكنها حوالي 18,000 شخص من الغجريين. الناس هنا بيكون عندها تقاليد غريبة حبتين، من ضمنهم سوق بيع العرايس. Here, the young Khaliji girls are sold by their families to suitors who bid on. بيكون عبارة عن مكان كبير في وسط البلد، وبيتجمع فيه جميع السكان، وبيتعمل فيه عمليات بيع وشراء كتيرة جدا، بس بيع وشراء من نوع تاني خالص. بتتزين البنات في بلغاريا علشان يشاركوا في سوق العرايس، وبيخططوا الأسر الفقيرة إنهم يدوروا على عروسة لابنهم الشاب. بيقوموا الأمهات في اليوم ده بتزيين بناتهم، وبيلبسوهم أجمل وأفخم الملابس المثيرة مع الإكسسوارات، وبياخدوهم الأهل لمكان السوق علشان يعرضوهم للزواج. ومن ناحية تانية، أي شاب عايز يتجوز ومحتاج يستقر ويكون أسرة بيجي السوق علشان يختار عروسته. وبيبدأ مهرجان الزواج بعزف الموسيقى الغجرية التقليدية، ولما بيعجب الشاب بواحدة من البنات بتقوم أسرته بتتدخل بمفاوضات مادية مع أم العروسة. It's many ladies, but I don't like it. وأول ما تتم البيعة، العريس بياخد عروسته اللي اختارها وبيروح لقسيس البلد علشان يتم الزواج رسمياً. The price depends on the guy who is trying to buy the. If the girl likes the boy, they can go lower. وتكلفة العروسة الواحدة بتتراوح بين $3,000 ل $6,000، والأسعار كمان بتعلى. كل ما كانت العروسة أجمل وأصغر بيكون الطلب عليها عالي، وكمان بيتعمل ليها مزاد علني للي بيدفع أكتر. في الاحتفال بتاع اليوم حضروا حوالي 2000 شخص من مختلف بلدات جنوب بلغاريا. وفي حالة إن العروسة ملقتش عريسها المحتمل بتبدأ المفاوضات للوصول لسعر مهر مناسب، والسعر ده بيتحدد حسب حاجتين: قدرات الشخص المادية وكمان قيمة البنت المادية. الأخيرة في بلغاريا انخفض ثمن المهر جدا، وده بسبب تفشي البطالة في كل بلغاريا. لكن ما زالت الأسعار مرتفعة بالنسبة للبنات الأكثر جمالا، واللي كمان بيتنافس عليها عدد كبير من الشبان اللي عايزين يتجوزوها. والمهرجان ده كمان بيضم النساء المتزوجين سابقاً، المطلقين.